وما تستلزمه قرينة البراءة طبقا لمقتضيات المادتين 1 و 15 من قانون المسطرة الجنائية أن مصالح المكتب المركزي للأبحاث القضائية بالرباط بتكليف من هذه النيابة العامة وبتنسيق كبير مع عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء تمكنت صباح يوم 24 مارس 2017 من إيقاف المشتبه في تورطهم في قتل النائب البرلماني المذكور ووضعهم تحت الحراسة النظرية نظرا لحاجيات البحث وعددهم 3 أشخاص في حين لا زال البحث جاريا في حق أحد المشتبه فيه الذي يوجد في حالة فرار خارج أرض الوطن في انتظار إيقافه بموجب أمر دولي بإلقاء القبض ومن أجل الوقوف على حقيقة ظروف وملابسات تنفيذ القتل من طرف المشتبه فيه الرئيسي قامت الضابط القضائية بتاريخ 26 مارس 2017 بتعليمات من هذه النيابة العامة بإعادة تشخيص وقائع الجريمة بمكان ارتكابها وقد تبين من خلال نتيجة البحث أن الوقائع المتعلقة بهذه القضية لا تكتسي أي طابع سياسي ولا علاقة لها بالجريمة المنظمة عبر الوطنية أو بالجريمة الإرهابية وأن دافعها الرئيسي تقليدي محض مرتبط بالجنس والمال والرغبة في الانتقام. وبعد تقديم المشتبه فيهم صباح يومه 27 مارس 2017 قررت النيابة العامة فتح مطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المتهمين الثلاثة من أجل ارتكابهم جناية تكوين عصابة إجرامية والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والمشاركة في ذلك وحمل سلاح ظاهر بدون ترخيص إلى آخره. ولا يفوتني أن أتوجه بالشكر للمكتب المركزي للأبحاث القضائية على المجهودات التي بذلتها عناصره بتنسيق مع عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء والمصلحة الولائية للشرطة القضائية كذلك بكل اقتدار وحرفية من أجل فك لغز هذه القضية في زمن قياسي وإذ أنهي إلى الرأي العام مضمون هذا البلاغ أؤكد أن النيابة العامة لدى مكتب استئناف بالدار البيضاء ستظل رفقة مختلف مصالح السلطات الأمنية المختصة وفية لخدمة المواطن وضمان أمنه القضائي وفق ما يحب ويرضى صاحب الجلالة والمهابة الملك محمد السادس أيده الله ونصره. وشكرا على حضوركم المكثف.